الحمد لله البيض البلدي بدا كيتحرك في الثمن، راه قرب ل2 دراهم، والحمد لله عاوتاني هو أنه الدجاج راه بدا في الإنتاجية ديال البيض، يعني الدجاج بدا كيتحسن في الإنتاجية ديال البيض هاد الأيامات هادي الحمد لله والشكر لله. المهم بالنسبة للناس اللي غادي يقولوا لي علاش فرح تيحيط البيض قريب يوصل ل2 دراهم، يقدر أنه يفوت 2 دراهم لماذا؟ المهم الإخوان راكم عارفين كلشي، العلف غالي، الماكلة ديال الدجاج غالية، ترونسبور حتى هو غالي، كلشي كيتزاد في الثمن. فحتى حنا المربيين ديال الدجاج المغلوب عن امرنا، فاش البيض عاوتاني كيطلع في الثمن حتى حنا كنفرحوا. المهم هادشي علاش الاخوان الحمد لله لقد جاء الفرج، الحمد لله الفرج لقد اتى. شوفوا لي معظم ديال الدجاجات اللي ما كنتش كنشوفهم كيبيضوا بداو كيبيضوا. على سبيل المثال هذيك اللي في الصندوقه اليوم بدات كتبيض اول نهار اليوم غادي تبيض. عندكم هذيك، وهذا المنظر الزوين ديال انهم يكونوا 2 ديال الدجاجات، 3 ديال الدجاجات، 4 ديال الدجاجات في العش الاول نهار. غادي نشوف انتم شوفوا ليا ما شاء الله. حتى هنايا 2 ديال الدجاجات، هذه وهذه هي اللي اللون ديالها بحال الابيض، حتى هي يلاه اليوم بدات كتبيض. ولكن مع الاسف هاد الدجاجه هذه اللي كنعتبرها انا من احسن ديال الدجاجات. نجي لهنا الغداره اجي شوفوا دابا هذه الماكسيموم فيها واحد 3 كيلو. اقسم بالله العلي العظيم راه الماكسيموم غادي يكون في هذه واحد 3 كيلو. راه ما شاء الله. شوفوا ليا من هنا الشحمه خارجه ليا من هنا. دابا هذه لاحظتها فيها دابا يمكن واقيلا شي 4 ايام اما شي 5 ايام، وهي كدير هاد الفعايل هادو ديال انها غادي تبيض، كطلع للعش وكتحضن في العش على اساس انها راه كتبيض، وكدير داك الصوت ديال انها صافي راه خصها تبيض كذا. ولكن مع الاسف ما كتبيضش، مع الاسف ما كتبيضش. شديتها صدفه، الدجاجه لقيتها تبارك الله ما شاء الله وزنه. ودي وقفش فيك ما تعلق. الدجاجه ثقيله ولكن ما كتبيضش. هذا مشكل ومشكل عاوز. كتخرج لي على البزاق ديالها، هذه مخرجه على البزاق، ما كاين لا بيض لا والو. الحمد لله اليوم الدجاج رجع فيا واحد شويه ديال الامل من بعد ما كنت فقدت في الدجاج الامل. هذا النهار هذا الحمد لله بان الفرج. المهم ماشي شي انتاج ولكن الحمد لله احسن من الاول. المهم كما كتشوفوا انتم هنا كاين هذه البركه، هنايا عاوتاني ما شاء الله تبارك الرحمن. دوزوا لهاد البلاصه انتم، يعني كاينه البركه الحمد لله. انتم يعني شحال ما شفت بحال هذا المنظر بحال هيدا كومين بعدا الحمد لله. ولو انها تكون غي 30 بيضه راه كوميمه نتوما ما شاء الله. الدجاج بدا كيرجع يبيض، الدجاج بدا كيتحسن في الانتاجيه، يعني هذا كيدل على انه الامور ان شاء الله غادي تمشي مزيانه. انتم كاينه البركه هذا النهار هذا ما شاء الله. واخا كما قلت لكم ماشي شي انتاج اللي طوب، يعني كما شحال هذه 60 70 80 حتى ل 90، ولو دابا غير 30 الامور غادي تمشي ايطاب باغ ايطاب حتى الانتاج غادي يتحسن ما شاء الله. المهم هذا هو العش الاخر ما شاء الله تبارك الرحمن. المهم الحمد لله الانتاج بدا كيتحسن وغادي يتحسن تدريجيا. دابا كنلاحظ بانه دابا انا رجعت كندخل العشاء ديال الدجاج وكنبقى واحد المده طويله، وكنلاحظ يعني كنشوف الدجاجه اللي كتبيض، الدجاجه اللي ما كتبيض، وكنشوف الدجاجه اللي غادي تبدا في الرشيم ديال البيض، يعني راه واحد شهرين ولا 3 شهور اللي كتمطوله راه بحال انها غادي تبدا عاوتاني كترشم من دور جديد. المهم يعني كاينه امل كاين الحمد لله، دائما كاينه امل، عمرك ما تفقد الامل.